السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الكلام بالصلاة على محمد وآل محمد. نتكلم عن أضرار المنحفات. سوي حركة اكسبلور ومتابعة ولايك حتى غيركم يستفاد. تحياتي لكم. اكو هواي ناس تنصحه تقول له يابا المنحف ترى يضر، يقول لا والله ما نقدر نسوي رياضة، هذا عمل مستعجل. يعني صح انت تاخذ منحف ينزلك نزول سريع 15 كيلو او يقطع شهيتك، بس انت الجسم يحتاج اكل، يحتاج غذاء. انت ايش تعرف شنو اعراضه؟ هذا من تاخذه راح يقطع الشهية، انت تظل شبعان، راح يسوي عندك ضعف، نقص فيتامينات، خربطة بالهرمونات، ويسوي حالة عصبية، اكتئاب، يسوي ضغط، واذا كانت مرأة يسوي خربطة بالهرمونات، خربطة بالدورة الشهرية، تقلب المزاج، تساقط الشعر. ماكو احسن. لا حد يقول لك منحف وهاي من تتركه يرجع وزنك يزيد اكثر من قبل. ماكو احسن من النظام غذائي صحي والتمارين، هذا احسن شيء. الا الباقي ما حد ينصحكم. اكو يقول لك منحف صح تاخذه وتنزل، وهذه بعد من تتركه وزنك يزيد اكثر من قبل. وهواي ناس يعني قبل فترة شفت اعلان واحد جايب له اجنبية جاي له للعراق، صار له اسبوع، هي ضعيفة، حتى المذيع قال له انت ما عندك جسم، قالت له لا والله من جيت للعراق عندي بطن شوية اخذتها، هذا منحف درجة اولى. اللخم مسوية قص معدة، تقول له هذا المنتج درجة اولى، انت مسوي عملية. يا اخوان لا حد يضحك عليكم. وتحياتي لكم جميعا. أنا قبل ما احكي جربت على نفسي. وثاني شيء اللي يقول ما اقدر التزم او ما اتمرن، ترى بس اول ايام صعب، بعدين تحس شي عادي، الجسم يتعود. احسن ما تاخذ شي بفلوس ويضرك، زيت فلوسك على شي ما يسوى. التزم، غذاء صحي، جسم صحي، ماكو احسن من الطبيعي. والله هواي حالات جتني من ناس، ان كان بنات او شباب. بنات هواي خطية ماخذين منحفات وهاي يوصون من النيت، وراها من تتركها تقول يعني يقوم شنو الصوت يتغير، التستيرون يرتفع، التستيرون الذكر، يقوم الوجه يصير بيه شعر، الجسم الشعر الراس يتساقط، ويسوي حالة نفسية اكتئاب، يعني سمنة، يصير حبس سوائل بالجسم هواي، يقوم يخربط الدنيا كلها، ونقص فيتامين دي ونقص حديد. لان هذا ماكو غذاء، عاد من تتركه يتفاجأ الجسم ماكو شي ينزل، بينما التزام ونظام غذائي 70% نظام غذائي. وتحياتي لكم جميعا.